الذكاء الاصطناعي نعمة أو نقمة؟ تدرون صورة واحدة منكم ممكن تقلب حياتكم إلى جحيم؟ السالفة مو شقة ولا مجرد فلتر. هالأيام طالع ترند، حط صورتك ويا مشهور أو شوف صورتك ويا فنانة. أنت عبالك جاي تتونس، بس الحقيقة جاي تنطي بصمة وجهك للذكاء الاصطناعي. بضغطة زر واحدة وجهك ممكن يتركب على فيديوهات أو صور بمواقف مخلة أو كاذبة وما تفرقها عن الحقيقة. نصيحة من أخوكم، لا تخلون صوركم عرضة لهيج برامج. خصوصيتك أغلى من لايك أو ترند عابر. لا تدمج صورتك ويا أحد ولا تستخدم تطبيقات مجهولة. تشوفون هاي الصور اللي يدمجوها ويا فنان أو لاعب كرة قدم أو مشهور، هاي الصور أكبر مادة للمبتزين. الذكاء الاصطناعي ياخذ ملامحك بدقة ويرسمها من جديد بغير مكان وبغير سياق، والحليم تكفي الإشارة. باكر إذا صار شي لا سامح الله، ايش راح تقول؟ كنت الشاقة بالترند؟ ترى ما حد راح يصدقك. صوركم أمانة، لا تفرطون بيها على مود ضحكة ثواني. احموا خصوصيتكم وقفلوا بروفايلاتكم من السوالف التعبانة. اعتبر هذا الفيديو توعوي ودزه لأصدقائك أو سوي له إعادة توجيه، لأن الدال على الخير كفاعله. شاركونا بالتعليقات برأيكم، الذكاء الاصطناعي نعمة لو نقمة؟